Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سوف نقول هذا اليوم الواجبات الثانية اليوم. الأول مفهوم المنهج. المنهج هي خطة تعليمية مصممة لتحقيق أهداف تعليمية محددة، وهي تشمل مختلف التجارب التعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم لمساعدة التلاميذ على تطور بشكل شامل في جميع الجوانب وتغيير سلوكهم بما يتماشى مع الأهداف التعليمية. ثم أساس منهج اللغة العربية للمدرسة الابتدائية. الأهداف الأول إكساب الطلاب المهارات اللغوية الأساسية الأربع: الاستماع، الكلام، القراءة والكتابة. تعليم الطلاب قادرين على استخدام اللغة العربية في الكتابة والكلام داخل المدرسة وخارجها. ثم الأهداف الخاصة. الأول الاستماع إلى أصوات الحروف والكلمات والجمل مع الفهم. ثم نكتب أصوات الحروف والكلمات وفقا سليما. ثم الكلام باللغة العربية في موضع المعين مع الفهم. ثم قراءة الكلمة والجمل قراءة واضحة صحيحة مع الفهم. ثم كتابة الحروف والكلمات والجمل كتابة صحيحة مع الفهم. والأخيرا استخدام قواعد اللغة العربية الأساسية. ثم عناصر المنهج المعاصر للغة العربية. الأهداف الأهم: تعزيز مهارات اللغة العربية الأساسية الأربع: استماع، الكلام، القراءة والكتابة. الأهداف الخاصة: تشمل الاستماع إلى الحروف والكلمات والجمل، نطقها بشكل صحيح، قراءتها بشكل واضح، كتابة الحروف والكلمات بشكل صحيح، استخدام قواعد اللغة العربية الأساسية. ثم مكونات المنهج: المهارات اللغوية، الاستماع، الكلام، القراءة والكتابة. المواد اللغوية: النظام الصوتي، المفردات، القواعد اللغوية، الحكم والإمثال. استراتيجية التعليم والتعلم: استخدام ترجمة متوانية مثل المحاضرة التوظيفية، الحكاية، التمثيلية والتدريسية. ثم ركائز المدى: المفردات التعليم، المفردات الجديدة وتعزيزها. القواعد اللغوية: تعليم وتطبيق قواعد اللغة العربية الأساسية. الحكم والأمثال: حفظ وتسميع الحكم والأمثال المختارة. ثم تنزيل المحتوى المهارة اللغوية: الاستماع إلى النصوص المختلفة والفهم. ثم القراءة: قراءة النصوص المختلفة بفهم. ثم الكتابة: كتابة النصوص بشكل صحيح. ثم الكلام باللغة العربية في المواضيع المعينة. ثم المبادئ الهامة في بناء المنهج: تحديد ما هو متوقع من الطلاب كواجه المناهج لتحقيق أهداف تعليمية واضحة وقابلة للقياس. ثم بناء المعرفة التي تعتبر مادة تعليمية تشمل المفردات، القواعد اللغوية والأمثال التي توفر مع أهداف التعليم. ثم تشمل شخصية الطلاب، المعلمين وبيئة التعلم. هذه العوامل تؤثر على فعالية المناهج. الأنشطة التي تمكن الطلاب من إتقان المعرفة وشمل استراتيجية التعليم. طرق التدريس والموارد التي تدعم عملية التعلم. ثم استخدام طرق متوانية مثل المحاضرة، القصة المستريحة وغيرها. لمس التكنولوجيا والمواد الحديثة لتعزيز فعالية التعلم. وأخيرا تخريج تطور المنهج الدراسي اللغة العربية في المدارس الابتدائية. الأولا المرحلة التقليدية. قبل ظهور التعليم النظامي كانت اللغة العربية تدرس في الترتيب والمدارس الدينية. كان التركيز الأساسي على حفظ القرآن الكريم ودراسة النحو والصرف وإتقان الكتابة الأساسية.
ثم مرحلة التعليم النظامي بداية حتى متنسق القرن العشرين. بدأ إدراج تعليم اللغة العربية في المناهج الدراسية الرسمية بأسلوب أكثر تنظيما، كان تركيز على مهارة القراءة والكتابة مع ظهور الكتاب المدرسة الرسمية. ثم مرحلة التطور الحديث من سبعينيات إلى تسعينيات، أصبح المنهج أكثر شمولا، حيث ثم تدريس مهارة الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، ثم إدخال أساليب تدريس تفاعلية مثل التعليم التواصلي واستخدام الوسائل السمعية والبصرية. ثم مرحلة المنهج المعاصر من الإلفة الجديدة إلى اليوم، أصبح تعليم اللغة العربية يعتمد على المنهج توسل وتفاعل، توسل استخدام التكنولوجيا في التعليم مثل المواد الرقمية والتعليم الإلكتروني والتطبيقات الذكية والإشرين. ثم الأسئلة الواحد إلى السادس. Soalan 1 المهارة القراءة، مهارة مستوى الفكر المحفظ، مستوى التفهم، ثم محتوى قراءة الكلمة السورية، المحور الآتية قراءة فيها بناء تعليم القدرة على تحديد الكلمة المقروءة. Soalan 1 ini pelajar-pelajar akan pilih perkataan yang lebih kurang macam perkataan dalam gambar. Soalan 7 hingga 10 المهارة القراءة، مستوى التواصل، معيار المحتوى قراءة الكلمة حسب المحور الآتية قراءة صحيحة، رجل كلمة معيار تعلم 2.2.4 القدرة على تمييز الكلمة المقروءة. Pelajar kat sini dia kena bezakan, dia kena tentukan sama ada perkataan ni haza atau hazili. Seterusnya soalan 11 hingga 12 maharat qiraah, mustawa al-fiqh al-ali, yang mutawadir qiraah al-jimal al-basita hasub al-muhawar al-atiyah qiraah sahihah. Yang ta'alim dia 2.3.5 القدرة على التمكن الجملة البسيطة المقروءة. Maksudnya soalan 11 hingga 12 ni pelajar-pelajar kena bina ayat daripada soalan yang mengatakan madza taf'al. Maksudnya al-maharah istimak soalan 12 hingga 18. Kemudian yatazakkur mustawa al-fiqh al-muhafaz rendah. Kemudian al-mutawa istimak ila kalimat al-mutawar al-atiyah wa natquha natqan sahihan. Niat taklum dia 1.2.2 Al-Qudrah ala tahdid al-kalimat al-musammu'ah. Soalan dia pelajar kena tentukan perkataan daripada audio yang didenari. Seterusnya al-maharat al-istima' soalan 22 19 hingga 22 kemahiran mendengar al-maharat al-istima' menganalisis tahlil mustawa al-fiqh al-tawassul ya al-mutawa al-istima' ila kalimat al-muhawar al-atiyah wa natquha natqan sahihan. Yang taklum dia 1.2.4 al-qudrah ala tamyiz al-kalimat al-musammu'ah. Maksudnya pelajar-pelajar dia kena dengar ayat ni dan tentukan sama ada perkataan tu masyrubat atau makulat. Seterusnya soalan 23 hingga soalan 25 maharat istimak juga. Seterusnya soalan 23 hingga 25 maharat istimak juga. Dia punya tu tahap dia al-ibda, mustawa al-fiqh al-ani, medial mutawadir al-istimak ila jumlah al-mutanasibah hasib al-muhawar al-muqtarihah munatquha natqan sahihan. Yang taklum dia 1.4.3 al-qudrah ala tamthil al-jimal al-mutanasibah al-musammu'ah bil tijariyah. Maksudnya pelajar dengar perkataan. Soalan 26 hingga 29 al-maharah al-kitabah
soalan menganalisis mustawa al-fikr al-tawassul. Yang pertama dia kitabah kalimah al-muhawar al-atiyah kitabah sahihah. Yang ta'alum dia al-qudrah ala kitabah al-kalimat fi tariqah sahihah 3.21. Belajar kena tulis perkataan. Dia boleh tulis kat situ? Boleh. Ada gambar putih lah. Madam. Dia nak app apa? Guna app Seesaw. Seesaw. Awak boleh satukan dengan tulis yang lain ke dia terpisah? Terpisah. Nanti awak duduk di bawah rumah awak lah. Awak letak semua dia punya terpisah duduk di satu aplikasi ya. Baru pada ditentukan sama ada hazard atau hazard. Seterusnya soalan 30 hingga 31. Maharat al-kitabah al-ibda' mustawa al-fikr al-'ali. Yang pertama dia 3.4 kitab al-jumal tanasiqah as-sifat al-muhawar al-tarifah. Seterusnya al-as'ilah 52 hingga 38 al-maharat. Seterusnya soalan 52 hingga 38 maharat kitabah yang pertama mustawa al-fikr mufaqqat. Yang kedua kitabah kalimah al-muhawar al-atiyah kitabah sahihah. Yang ta'alum al-qudrah ala kitabah al-kalimat fi tariqah al-masmu'ah. Pada baca kena tulis masmu'ah. Baca kena tulis balik perkataan dan pilih yang satu betul. Seterusnya soalan 39 hingga 44 al-maharat al-istimah. Belajar-belajar kena dengar audio, lepas tu tentukan daripada audio tu gambar daripada perkataan yang disebut. Ini kemahiran yang kamu mustawa al-fikr muhafaz yang muhawar istimah ila al-kalimat al-muhawar al-atiyah wa nasifah natqan sahihan. Ya ta'alum dia 1.2.2 al-qudrah ala al-tahdid al-kalimat al-musamu'ah. Seterusnya soalan 45 hingga 47 maharat qiraah. Kemudian dia tahlil mustawa al-fikr dia tawassul. Yang kedua 2.2 qiraah al-kalimat hasab al-muhawar al-atiyah qiraah sahihah. Yang ta'alum dia 2.2.4 al-qudrah ala tamayyiz al-kalimah al-maqru'ah. Belajar kena dengar gambar, lepas tu tentukan sama ada haiwan tersebut hidup di hutan ataupun hidup dipelihara. Dan yang terakhir soalan 48 hingga 50 maharat qiraah ini kemahiran ilmu mustawa al-fikr al-'ali. Yang pertama dia 2.4 qiraah al-jumal al-mutanasiqah al-muhawar al-mutarihah qiraah sahihah. Yang ta'alum dia 2.4 al-qudrah ala tartib al-jumal al-basitah takwin al-jumal al-tanasiqah thumma qira'atuha.